السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي أخواتاتي في كل مكان، في أي مكان، نحييكم تحية الإسلام كما تعودتوا عليا دائما. اليوم جيتكم بهذا الفخاذ تاع الدجاج أو الدجاج عفوا كما تعودتوا عليا دائما. جيتكم بهذه الوصفة السهلة بطريقة سهلة خفيفة، بالرز، وتقدروا تشاركوها كما راكم تشاهدوا في الفيديو، بالبطاطس المقلية أو بالبطاطا المقلية. نعطيكم فقط طريقة خفيفة ظريفة على البطاطا المقلية. اللي حابها تجيه هكذا مقرمشة وبنينة، يديرها فقط في الماء السخون، كي يكون يقطع فيها يديرها في الماء السخون تلين معاه، من بعد تقلوها تجيكم مقرمشة وبنينة. كيما راكم تشوفوا هاد الفخوضه تاع الدجاج اللي تبلتهم، تقدروا انا درتهم في اير فراير، نتوما تقدروا بنفس الطريقه التتبيله بنفس الطريقه كل شيء ديروها في الفرن او يعني في الصينيه اللي تدخل لكم من الفرن، والطريقه كيما راكم رايحين تشوفوها نشرحها لكم بنفس الطريقة. نديروها في الصينية اللي تدخل والشباك اللي يدخل للفرن. نبدأ على بركة الله، بسم الله. عندنا الفخوذة تاع الدجاج، بعد ما نكونوا غسلناهم ونقيناهم مليح نشدهم نشققهم كما راكم تشوفوا بالسكين أو بالمستعنة. أنا خديت الفخوذة تاعي كما راكم تشوفوا راني نشقق فيهم بهذه الطريقة اللي راكم تشوفوا فيها. نحطهم بجيه ونوجد التوابل اللي نديرها انايا. هنايا ندير التوابل الخاصه بالدجاج، ندير الاعشاب المنسمه، شويه نتاع زيت الزيتون اكيد اللي راني رايحه نديرها. نتوما ديروا الزيت ولا ديروا شويه تاع السمن ولا اللي تحبوا ديروها. انا فضلت ندير شويه زيت الزيتون. والتوابل كما قلت لكم نديروا توابل الدجاج، اعشاب منسمه، توابل الباربيكيو، فلفله حمراء، بابريكا كما نقولوا حنايا حاره ولا حلوه، سكنجبير، توابل مشكله، تاندوري، اي توابل عندكم، كوري، اي توابل، فلفل اسود، شويه كمون، التوابل اللي تحمروا بها الدجاج ديروها. نتبل في هذا الماغينات اللي درتها شويه نتاع الماء، شويه نتاع الملح، نتبلهم ونخليهم يترقدوا معايا، ونفوت للرز اللي راني راح نشارك فيه. اكيد كامل تعرفوا كيف تسلقوا الرز. درت الماء غلالين، درت فيه شويه نتاع الزيت، درت شويه نتاع الملح ماشي بزاف خاطر لا مارينات تاعي راهي مالحه، فقط شويه. انا اخترت هذا الرز يجي في الاكياس، اكيد هذا الرز يطيب في الاكياس تاعه او في ليصاك تاعه. انا فضلت نحيه من ليصاك باش نتحكم في الطياب تاعه، مانيش باغيه نطيبه كيما راهم دايرين لي في العلبه. انا باغيه نطيبه غير نص طيبه، يعني حبيت نطيبه نص طيبه برك، لانه علاش راني راح نديره ثاني يكمل الطياب تاعه في اير فراير، يعني يكمل مع الدجاج الطياب تاعه. دوك تشوفوا الطريقه كيفاش. بعد ما تبل لي هذاك الدجاج كيما راكم تشوفوا، نحيه بجهه، نحيه نديرو في صحن واحد اخر، في طبسي واحد اخر. وهذيك التتبيله اللي بقات لي ندير فيها هذاك الرز بعد ما استقطرته بالماء. ها هو طيب لي غير نص طيبه واحده، يعني ما خليتوش كمل الطياب تاعو، يعني المده الكافيه تاعو، غير طاب لي دخل فيها الطياب نحيته قطرته من هذاك الماء ودرته في هذيك لامارينات اللي مارينيت فيها الدجاج، يعني اللي رقدت فيها الدجاج. نبقى نخلط فيه كما راكم تشوفوا حتى يدي لي كامل هذاك المذاق. من بعد نجيب المقله تاعي تاع الاير فراير كما راكم تشوفوا، ولا جيبوا الصينيه تاع الفرن والشباك اللي يدخل للفرن. ندير الرز تاعي من التحت كما راكم تشوفوا، نفرشوه في الطبقه كامل. الرز تاعي ندير الطبقه من التحت نفرشها، يعني نتوما ديروا على حساب الافراد العائله. مام يقعد لكم هذا الرز يبقى كيما راكم تشوفوا فيه، تجي على حبه واحده، ما يجيش يعني معجن، ما يجيش نتوما يعني دو الرز اللي يكون مليح كيما راكم تشوفوا. ما نديرش مباشره الدجاج فوق الرز تاعي، ندير الشباك قبل ندير. انا درت هذا الخاص بالاير فراير، من بعد ندير الدجاج فوق. نتوما الا درتو في الفرن
ديروا شباك تاع على الصينيه تاعكم، بعد ديروا هذاك الدجاج تاعكم من فوقه يبدا يقطر على هذاك الرز ويكمل الطياب تاعو، وندخلوه ونخلوه يتحمر. وهذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها بعد ما يطيب لي هذاك الدجاج ويتحمر، يكون كامل شرب لي هذاك الزيت، يشرب لي المذاق تاع الدجاج الرز، ويجي ما نقولكمش البنه تاع هذاك الرز والبنه يعني تاع يعني ما نقولكمش البنه تاع الدجاج المحمر في الرز، يجي مذاق ولا اروع. خوتي خواتاتي لهذا حتى لهنا الناس اللي تبعت الفيديو تاعي، ما تنساوش لايكاتكم، تعليقاتكم، اشتراكاتكم، بارتاج، واكون لكم شاكره وممتنه فضلا منكم وليس امرا. تحبوا تحطوه غير مع الرز هكذاك يجي ما شاء الله، تحبوا تزيدوه شويه بطاطا تاع فخيت كيما هكذا، لكم الاختيار كيما ديروه يجي بنين. يعني تحبوا ديروه مع زيتون، تحبوا ديروه مع اي طبق يجي ممتاز. وبهذا اخوتي خواتاتي نهايه الفيديو تاعي، ودمتم لي سالمين في امان الله وحفظه، الى فيديو اخر ان شاء الله.